بسم الله ما شاء الله. ايوه يا وليد. بسم الله ما شاء الله. طب وليد هيتكلم عن المسود الاول؟ لا انا ما بصراحه مع عادل، تسلم ايدك وربنا يبارك لك يا رب. فرد حمام ما شاء الله، ما فيش كلام عن وصف غيتك وانا حابب اسمعك. احنا لما نقول مسود بالمنظر ده، وده في ناس كتير قوي بتركز على كده، تقول لك مش عايزين عقصه. ماشي مش عايزين عقصه. طب ما فرد حمام سالته، ادي نمره واحد. نمره اتنين، يا عم عادل، هو المسود بيلمع؟ هو المسود بيلمع يا عادل؟ لا انا مش مقتنع بحته. بس خلاص بصوا يا جماعه، هو مش كلامنا، مش كلامنا، مش كلام، مش هنقول كلام وما قالكش على الهوا. لا اهو ده بيلمع ولا مطفي يا عم؟ مطفي. تمام. طيب تعالى للجمجمه مسود في شهاده الجميله دي، الجمجمه الجميله دي اللي الناس متخيله عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط. ده مش بعضم قصير يا جماعه، ده فرد حمام بعضم تلتين، وده اللي احنا بنقول عليه. طيب بعضم تلتين، هو دماغه شكلها ايه؟ دماغه رفيعه اهي، والدماغ من فوق لحد الخنشوره دي حته واحده، وده المسود، وده المسود. خلاص؟ فرد الحمام مش مخلي حاجه بصراحه. لا ما شاء الله، واخد بالك؟ ما شاء فرد الله. الحمام مش مخلي حاجه. فرد الحمام ده بتاع الاسطوره عادل، وعادل ده الحمد لله رب العالمين مستواه في المسود طول عمره. يعني طول عمره كان بيفرجنا واحنا في القهوه بتاعت مصر الجديده، الناس اللي لو حضرتنا بتاعت مصر الجديده كان دايما ينزل مساويت جباره، وانا واحد من الناس كنت معجب بيهم قوي، وطلبت منه برضه مسوت في الوقت ده. فاكر يا عادل؟ فالراجل ده ما بيتاخرش عن حد بحاجه، وفرد حمام يعجب الباشا على الطبيعه اهو. اهو المسود ناقص يتكلم اهو. تمام؟ فرد حمام ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا احب اضيف طبعا على كلام عم وصفي، فرد الحمام لو فيه خراخيل ما تعبوش. لا طبعا. فرد الحمام لو فيه مشاخ ما يعبوش. طبعا السلت في المسود، معلش عشان في ناس اختلفت على حته السلت دي. مطلوب. السلت ما يجيش من فوق. لا اهو السلت ما يجيش من قفاه، لان في ناس اتكلمت قبل كده. لا يا عم مش فرد الحمام السلت يجي ما بين كتافه لغايه وانت نازل لتحت. فرد الحمام طبعا بسم الله ما شاء الله، اديله درجه 90%. 90%. نخش بقى بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم عادل. يا استاذ وليد، الله يبارك لك. نخش على المستند الثاني يا جماعه. ده غول صغير، ده عتا ولا عتا؟ زربوب عليه العديله، واخد بال حضرتك؟ عليها ريشه، عتقه عليها ريشه اهو. اظهر يا عم الايه الريشه اهي، ادي الجناح ده. طب نبص على الجناح الثاني، عليها ريشه اهي. خلاص اهي، ماشي يا جماعه، الريشه اهي. تمام؟ طيب حمامايه سلت سلت، دي ميزه جميله قوي عند عادل. طب نيجي لحتفه النافوخ، ادي مسوده اهي. بصوا يا جماعه، لسه عليها ريشه. طب الحمامايه دي لما تخلص، مش هقول لما تخلص بس، لا لما تبات الحمامايه دي، الحمام ده لما بيبات بياخد شكل تاني خالص غير هو على الريش. وبعدين سوالها مطفي برضه، ما بنقولش حاجه غريبه احنا ولا حاجه كده على الهامش، على الطبيعه اهو. حمام استنبر يعني ما شاء الله يعني. بص يا حمامايه، بص الضريبه بتاعتها، قرب لي كده عشان الناس تشوف الضريبه. ضريبه المسود زيتي قاعده اهي، زيتي قاعده، مش زيتي منجمه برضه، مش زيتي منجمه، دي زيتي قاعده. ضريبه المسود، واركز في الضريبه لا مؤاخذه عشان هغيظ عادي. لازم يحصل اي كلام. حقك يا عم. اتفضل يا استاذ رضا. انا مبسوط من الفرجه دي بامانه شديده، ولسه هفرجكم على المستند الثالث. هنتفرج على الاحمر الغزار بقى، الحاجه اللي الناس بتتنشأ عشان تتفرج عليها. هفرجكم على الاحمر وهفرجكم على المرقع، اثنين. بصراحه مستوى الاحمر اللي احنا شفناه طبعا مستوى، ربنا يبارك عم عادل. مستوى محترم. انا ما بحبش الا الحمر والله. هنخلي الناس تحكم، مش احنا اللي هنحكم، مش هنجامله. مستوى محترم يا جماعه. وصفي العراقي والله العظيم ما بيجامل حد، ولو الحمام ده ما عجبنيش هقول له عادل بطل، لكن ده هو بهرني. هقول للراجل ده ايه؟ هقول له متشكرين، وفرجه كويسه، فرجه جميله وتعجبني، واتمنى يكون عندي ربع الحمام ده. جالنا الاخ اهو بالاحمر الغزار اللي هو ناقص يتكلم.
بصوا يا جماعه الاحمر عامل ازاي؟ احمر مش هتكلم على تكوينه الاول، انا هتكلم على حماره. بصوا الاحمر عامل ازاي؟ حمار مزيت، حمار بص فاتح. الحمار عامل ازاي عشان الناس تتعلم. ما شاء طب الله. شوفوا تكوين الاحمر بقى عامل ازاي. اظن انا مش هتكلم في فرد الحمام، ده فرد حمام اهو قدامكم. انتوا بقى اتكلموا زي ما انتوا عايزين، يعجبكم ما يعجبكوش انتوا حرين تصرف. فرد حمام مش ماسك سن انتوا حرين. كمان. لا ده صغير. مش ماسك مش ماسك صغير سن كمان. لا ده صغير، ده انا هوريكم مرقع زغلول صغير خالص هيعجب الباشا من قبل ما يجيبه. اتفضل يا وليد. طبعا، او قبل اي شيء تسلم ايدك يا عم علي بصراحه. ربنا يوسع. وبرضه الكلام برضه لاخواتنا، ممكن تكون الكاميرا ظالمه فرد الحمام. عشان كده اكلمك. ممكن تكون الكاميرا بتظلم فرد الحمام، انما بسم الله ما شاء الله فرد الحمام في ايدنا اهو. فرد الحمام عظم عمران، فرد الحمام الجفون بتاعته اهي زي ما انتم شايفين اهي، ما هياش عاليه كاوتش ولا اي حاجه. فرد الحمام عينه معرقه باحمر، حمار مزيت، عصب رجل الاحمر وزار باين اهو، باين. فرد حمام من الحمام الخشن. الله يبارك لك يا عم عادل بصراحه. فرد الحمام مفيش شويه مقدر برضه. يعني طبعا احنا في وقت طبعا احنا في وقت طبعا وقت القلش. فرد الحمام مفيش فيه اشاره بيضه، لا في اشاره بيضه هنا ولا في اي حاجه. اضافه وتعقيب على كلام الاستاذ وليد. هو قال كلمه عجبتني قوي اما قال لك الكاميرا ظلمه فرد الحمام. أيوة. طب بالله عليكم يا اخوانا يا غواي، لما الكاميرا ظلمه فرد الحمام ده يعني كده هو مظلوم. طب لو شفتوه على الطبيعه زينا هتعملوا ايه؟ هتتجننوا والله. اتفضل. لا ما شاء الله. هات المرقع يا عم. تسلم ايدك يا عم عادل بصراحه. وادي المرقع. فرد حمام يقدم اخواننا بصراحه من الحمام اللي هو الجميل اللي خلص. اتفضل يا عم عادل. يا اخوانا ادي مرقع والله العظيم 3. ده انا بقالي سنين طويله انا ما شفت الحمام ده عند اي مخلوق خلق ربنا. انا ما شفتش، يعني انا ما شافتش. عشان يا جماعه في ناس بتقول فرد الحمام ده ما فيش زيه، ما فيش زيه. يا جماعه الكلمه دي غلط. انت قول عينيا انا ما شافتش زيه، وانا بقول اهو عينيا انا ما شافتش زي الحمام ده. بامانه شديده مش مجامله العادل، ده حقه كده وهو قدامكم اهو مرقع بالمنظر ده. ده زغلول صغير ما خلصش لسه، يعني زغلول صغير بالمنظر الجميل ده. ده لما يبات فرد الحمام ده، ومعروف ان الحمر دي لازم تبات عشان تتفرج على شكلها. عليه 3 رشات لسه يا عم مصر. معناه؟ عليه 3 رشات لسه. ما انا بقول لك ده زغلول صغير بالمنظر ده. ده لما يخلص ولما يبات يبقى شكله ايه؟ اتفضل يا وليد. بسم الله ما شاء الله. طيب يعني احنا مش هنتكلم ونقول ان فرد الحمام فيه ديفوات. بسم الله ما شاء الله، يعني لسه قدام منه مستقبل. وبرضه بنفس الكلام برضه احنا بنقول ان هو يقدم ما ياخرش. فرد حمام عظم ابيض. هات يا احمد كده ركز على العظم. ايوه ما ده مرقع يا جماعه لازم يكون عظم ابيض. عظم ابيض. فرد الحمام العين لسه ما استوتش، هتيجي بيضه منوره. ده زغلول عليه 3 يا جماعه. فرد الحمام يعني المفروض ما يتقلبش. الحمار بتاعه كمان يختلف عن الحمار الاحمر غزار. طبعا الحمار بتاعه لازم يكون لازم يكون افتح من الاحمر غزار. معروف ان الاحمر الحمار بتاعه قادح. فرد حمار الحمار بتاعه اغمق. تصدق بالله يا وليد فرد الحمام بيضحك. لا ما فرد هو الحمام لو مش بيضحك يبقى دمه تقيل. الضوافر طبعا الضوافر بتاعته بيضه. فرد الحمام طبعا زغلول صغير، يعني ان شاء الله ما شاء الله قدام منه مستقبل. قدام منه مستقبل حلو. مرقع جميل جميل جميل. تسلم ايدك يا عم. تسلم ايدك يا عادل بصراحه. تسلم ايدك ما شاء الله. نخش بقى في الايه؟ في الحاجه اللي هي لا بس انا كنت فيها عايز، احتراف بس انا في قبل الاخر تعقب لو سمحت. لا بس انا عايز اسال في ده قبل ما يروح. طب اتفضل. الاحمر الغزار بيحرق معاك حمام؟ يعني ايه يحرق؟ يعني بيفلت معاك اكل؟ لا ما يجيبش اكل. ما انت بتجيبها على بلاطه كده. ما هو احنا عايزين نتكلم نقول ايه؟ مع ده لون انا بحكي انا يعني هل اللون الاحمر بيرمي لك اصفر؟ لا طب استحاله. استحاله. اظن يعني بعد الاجابه من الراجل المحترف ده في الاحمر انا الغزار بعتبر نفسي من الناس اللي مصر بتحبه ومحترفه. بس ده لون. بس انا بقول 84 يبقى مش محتاج اي راي تاني. الكلمه دي لا ما هو اول مره اسمعها. طيب الاحمر غزار بالنسبه لك انت بتحب الحمار بتاعه يكون زي ما انت عرضتنا عليه دوت الاحمر الغامق اللي هو القادح المزيت ده؟ حمار جميل زي ما انت شفت كده ما بتحبش الحمار بتاعه يكون مزهزه شويه؟ لو مش كده لا هو ده الزهزهه بتاعته وهي دي حلاوته كده.
لو ساسع عن كده يبقى ازاي يعني؟ طب بكلامك كده انت بتقول ان الاكول اللي مهدور حقه والناس بتتكلم فيه ان الاكول وزاره يعني بيت من بيوت الحمام الخشب ده لوحده ستاندر تاني خالص. وبرضه نفس الكلام برضه المرقع الاكول. والمرقع على كل لوحده خالص. نفس الموضوع يا وليد. طيب يعني انت محل بس نفسك ليه؟ انا مش محار نفسي، انا بسال، دي كلها استفسارات. بتسال مين؟ بتسال واحد غاوي الصمت. انا غوص، انا اقول لامي بقولك من بالك قد ايه؟ من 84 عايز ايه تاني متربي على ايد عمالقته. هو انت معلش يا وليد سواء مجدي نداوي عايز او تسال حمدي واحد خير او هشام خليل او ولحقت عادل فجله في عز مجدي حمامه اللي هو كان بتاع الخواجه اميل نفسه. ما اول مره اسمع الكلام بتاعك ده. عايز تاخد بقى الكلام من واحد غاوي حمام ده من الفتره الكبيره دي، ولا تاخد الكلام من واحد لا غاوى ولا فارغ ولا عنده غيه ولا عنده حمام ولا فرجك على حاجه؟ تاخد كلام من ده ولا تاخد الكلام من ده؟ لا طبعا من الكلام اللي عنده اللي فرغ طبعا صح. اللي مسك لا اله الا الله، اللي مسكه في ايده وفرغه مظبوط. وفرغه بالمستوى ده. بص احنا مش عايزين نجامل حد ومش عايزين نهدم حد حاجه. نقاشات. مفيش نقاشات. لما يدخل الناس برضه حابب يدخل الكل على الحمر ما بتلمعش الجته دي، بتكلخها. يعني اللجوه لو دخل في الاحمر عن تجربه في الفرق يجلخها، بتجربه شوية. بتجرب لك الجته جربوا شويه. يجربها خالص شويه. هما وده حاجه لوحدها وده حاجه بيدخلوا لك في الاحمر عشان يظبط اللون. يظبط اللون ايه؟ انتوا بتفتوا فيها ليه؟ بيبوظوا اللون مش بيظبطوه. ايه الفتاوى دي؟ انت بتبوظ ما بتظبطش. ودي معلومه للغوايه اللي هي تحب تغوى الاحمر او لو غوت لكول. وانا من هواة الناس اللي تفرق احمر ومرقع. خلاص؟ يعني ما ينفعش اصلا، ما ينفعش يخشوا على بعض. ما ينفعش دخول البيوت على بعض. لا. يعني الاحمر ما ينفعش يخش على المرقع لا، ولا هو بص. الاكول لا، هو يخش لا، على لا، الاحمر. الاكول ما يخشش في الحمام ده خالص. بص يا عم وليد، يعني ممكن كلام غيه. طب كلام غيه كلام غيه. الاحمر يخش على المرقع. بعد اذنك كلام غيه. اه لا، المرقع فرقه المرقع والاحمر فرقه. بس خلاص. ده ستاندر ده خير. برضه رايي. طبعا. ماشي. بس احنا يا طبعاً. جماعه بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه دلوقتي الظروف بتحكمك. بتحكمني ان انا مفيش مش خامة. لاقي كذا. لا ادخل احمر بيور ولا عك؟ لا طيب هو لو ما فيش خام، معلش برضه هرجع برضه النقطه دي. هو لو ما فيش خام بتسمح لنفسك ان انت تدخل باب على باب عشان تحيي باب؟ غصب عني. ما هم لا، يعني ايه باب على باب؟ لا، ما احمر مع مرقع ده باب، ده سكه لوحدها. مش بدخل على مرقع على احمر. ما انت كلامك برضه ليه لا، أيوة كده. مغزيين. لا والله لا عايز اقول لك ده. هيقوموا السؤال. لا يفهم. بس انا بقى ايه ده؟ بس ايه ده؟ عشان أنا هديك. انا عايز اجيله في حته. انا معاك. اشكر الله. طيب لا اله الا الله. انا هديك السؤال وهفسره لك. ماشي انا عندي مثلا الاشربندو. تمام. اشربندو بعد مشكله عم استناني خلينا بس، الأحمر دلوقتي. خلينا في، طب ماشي خلينا في الاحمر. الاحمر دلوقتي بقى قليل بالتكوين اللي احنا شفناه ده. ماشي زي الفل. خلاص. طب انا مش متاح ليا ان انا اجيب مثلا نتايه حمراء احطها على ذكر احمر. تمام. وعندي نتايه مرقعه. ماشي. هل ده اوبشن بالنسبه لي ان انا عشان احيي الاحمر او احيي المرقع ان انا احط الباب ده على الباب ده؟ هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. كان زمان الغاوي القديم ما عمرش يعرف كام. طب علي صوتك. والناس العواجيز على كام. كان ممكن فرد الحمام يبدا في الباب 5 6 سنين. على بال ما يقول لي ما يلاقي. يتجوز يقول لك انا مش لاقي عدد. لا عدد. اه ده حقيقي. دي هي. مش لاقي عدد. لكن احنا مع التسارع وكل واحد عايز يبقى الناس بتدخل. لا مش كده كمان يا عادل. دي ذات اليد. لكن احنا قلنا مبدئيا بستاندر غيه. لا المرقع ما تفرقش عن المرقع والاحمر ما تفرقش عن الاحمر. ده قول واحد. تمام. ده ستاندر غيه. بس انا عندي طولة البال وعندي نفس الطويل وان انا هستنى وادور. دي قصه بقى امكانيات جو شخصيه. يعني انا راجل متمكن من نفسي ومش هخرف الا بأضيق الظروف. لكن الشباب مش كده. الشباب مستعجل لما تيجي يا عم وليد. انت عارف ما بيصبرش حتى جيل واثنين وثلاثه. ده عايز من اول تكه يا تجيب يا ما انا هقول لك ليه. صلي على النبي. النهارده الامراض ما خلتش فرد حمام اضمن ان هو يقعد يردك يدرس. لبكره. لا انا هقول السنه الجايه حتى مش هقول بكره. احنا بنلتمس العذر في الحته دي يا عم. بس ادي الاساس غيه. لا الاساس لا يصح. بس لا يصح الا صحيح.